بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآل بيته وأصحابه أجمعين. رمضان كريم على الجميع. إخواني الأعزاء، كل عام وأنتم بخير، ورمضان خير وبركة على الجميع إن شاء الله. إخواني، بهذا الفيديو راح أشرح الطريقة الإلكترونية لتحويل صورة إلى تطريز إلى طرز. نبدأ على بركة الله. عندنا هذه الصورة، نسحبها كليك يسار نضعها بالبرنامج. اخواني، هنا خليناها بالبرنامج. نذهب الى هذا الايعاز كونفيرت او الزر، سموه ما تشاءون. نضغط على كونفيرت. مثل ما تلاحظون اخواني، الصورة تحولت الى هذا المكان. نسوي كليك يمين ونيجي على هذا الرابع سطر، ونطلع منه ايضا على الرابع، الكلمة الرابعة كليبرت او سليبرت. نضغط كليك يسار. بعدين نجي هنا نعلم على هذا المربع اللي هو remove color from other image، يعني ازالة الالوان الاخرى من الصورة الزائدة. نخلي علامة صح اخواني. نضغط على زر الاوكي، ونرجع مرة ثانية على زر الكونفيرت. تحولت الصورة هنا، رجعت الى البرنامج الويلكم. نسحب هذا الزايد اخواني، هاي الصورة الزايدة، كليك يسار ثم كليك يمين وحذف او ديليت. حذف بالنسبة للبرنامج اللي بالعربي معرب البرنامج، واللي برنامج يشتغل على اللغة الانجليزية كلمة ديليت. اخواني، هنا مثل ما تلاحظون صارت عندنا هذه الصورة، بس اكو نروح على قائمة الالوان من هنا كلر، ونحذف الالوان الزايدة. نعلم على اللون ثم نضغط ديليت. اي لون نشوفه، نشوف الالوان الزايدة اخواني، نخلي العلامة ثم ديليت. نعلم بالكليك اليسار ثم ديليت، زر الديليت اقصد من الكيبورد. نشوف الصورة، نصغر الصورة حتى نلاحظ ماذا سيحذف منها، لأن احنا ما نريد نحذف شيء هو من مكونات او الوان الصورة. نشوف هنا يا اخواني، هذا زال هذا الاطار اللي كان هو زيادة لون ابيض زايد كان زايد هذا اللون. وندقق بالصورة من خلال التكبير بالماوس، ونشوف الصورة مثل ما تلاحظون اخواني، ما بقى بها الوان زايدة، طلعت بهذا الشكل الجميل. ونقدر نخزنها، نسوي لها تحديد الكل، نتأكد منه نقطة البداية او الصورة هي في مع نقطة الصفر بالبرنامج، حتى تجي مع نقطة الصفر بالماكينة ما تتعبنا. مثل ما تلاحظون اخواني، الصورة ما بيها عيب، نقطة الصفر مثل ما نريد بالوسط. ونخزنها مثلا بصيغة قبل التخزين اخواني نشوف البروبرتيز، خصائص التصميم. نشوف عدد المقصات 18 جيد، يعني 18 مقص بالنسبة هكذا تصميم هيك صورة 18 مقص زينة، ما بيها تأخير بالنسبة، يعني ما تأخر الماكينة أثناء التطريز. مثل ما تلاحظون اخواني، شوفوا التصميم هو طلع بثلاث ألوان. بعد خلينا نشوف بعد الخزن، حفظ باسم صيغة الدي اس تي. اكثر المكان الان هي دي اس تي، ونخزن بالديسكتوب
ونقول له تخزين أو سيف. شوف هنا يا إخواني ظهرت عندنا هنا. نمسح هذا الملف الزايد اللي هو DGT. دائما هاي من نخزن، تعرفون نخزن بصيغة ال DST يطلع هذا الملف الزايد ما نحتاجه. نغلق هذا التصميم حتى اللي هو كان قبل التخزين، وناخذ التصميم بعد التخزين بصيغة ال DST مثل ما تشوفون اخواني. عدد الالوان، هذا الالوان مثل ما قلنا 3، ماخذ هو اول 3 الوان بالبرنامج. هذا الالوان انت تقدر تغيرها عاد على الماكينة، اي خيط تريد اي لون، 1 2 3. المهم التصميم ب3 الوان، ب3 الوان. التصميم مثل ما تشوفون طلع عندنا ب3 الوان اخواني. هذه الالوان ال3 مالته. ارجو ان تكونوا استفادتوا اخوان من هذا الدرس، وان شاء الله نوعدكم بالنسبة لهذا البرنامج بدروس قادمة ان شاء الله قدر المستطاع حتى يستفاد الجميع. اخواني لا تنسوا دعم القناة بلايك، يعني اعجاب وتعليق، والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وتحياتي للجميع ورمضان كريم على الجميع ان شاء الله.